تخيلي كده انت رايحة تعملي بعثة في افريقيا، فيمسكك الدليل بتاعك ويعمل معاكي في قلب الجنينة او في قلب الغابة وانت ما تقدروش تقاومي خالص. طبعا هنحكي النهاردة قصة ام عمر اللي هي اسمها سالي وخطيبها. طبعا دماغك لفت دلوقتي وبتقولي ازاي خطيبها وهي اصلا اسمها ام عمر، يعني معنى كده ان هي مخلفة ومتزوجة كمان. ام عمر في الحقيقة في اصل القصة بتاعتنا ان هي انسانة مطلقة. هنحكي لك الاول كده هي اتطلقت ليه، وبعدين هي راحت عملت البعثة دي ليه، وبالتالت حاجة ايه اللي حصل معاها مع الافريقي. بس خلينا قبل ما نخش القصة ويا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، عشان لما تفعل زر الجرس وتشترك بيجيلك اشعار ان احنا نزلنا قصة جديدة. واللايك كده تحت الفيديو مجانا مش بفلوس، لو ضغطت لايك فانت كده بتدعم منى نفسها، انك بترفع من أشورتي الفيديو وترفع من كواليتي الفيديو للناس تشوفه اكتر. ده رجاء انك تعمل لايك للفيديو. ويا ريت بقى كده لو انت عملت حركة جدعنة خدت لينك الفيديو وشيرته على جروبات الفيسبوك، صدقني انت كده قدمت اكبر دعم لمنى نفسها. بص، ام عمر بتحكي النهاردة وهنحكي القصة على لسان ام عمر بطلة القصة بتاعتنا النهاردة. زي ما قلت لك هنحكي هي ليه اتطلقت وكانت متزوجة من شخص محترم جدا جدا جدا. زي ما قلت لك هنحكي على لسان ام عمر القصة كاملة من اولها لنهايتها، لان هي اصلا بطلة القصة ديت. ام عمر بتقول انا كنت متزوجه وانا اصلا يعني هو لما كان زوجي جه خدني من بيت ابويا انا كنت في التعليم، وكان ابويا شارط عليه ان انا اكمل تعليمي للنهايه، وطبعا نجحت وخدت امتيازات وقدمت رسالتي، وكنت في نهايه الرساله عشان اخد الشهاده بتاعتي اروح البعثه الافريقيه. جت لي بعثه افريقيه اروح امشي في الحدائق واشوف الحيوانات ونعمل على الحيوانات دي بعثه، والكلام ده كان هيكون في افريقيا. طبعا لما عرضت الكلام على زوجي ده بالفعل ما كانش مخليني عايزه حاجه خالص، كان مريحني فلوس، خدي عربيه، كان جايب لي احسن عربيه، كل حاجه كان موفرها لي، حتى المعامله على السرير كان حكايه. يعني هو كان قوي جدا، كنت بحب جوزي ده جدا جدا جدا. ولكن انا التعليم بتاعي او انا البعثه ديت هي اللي هتديني الشهاده، كانت كل حياتي دي كانت رغبتي الأساسية ان انا اتعلم واخد الشهادة ديت. فلما كلمت جوزي وقلت له انا عايزة اروح البعثة ديت، جوزي رفض تماما 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 وانزعج وعملنا مشكلة. سبته اسبوع، سبته اسبوعين، كلمته تاني. فطبعا جوزي ده كان محترم ومثقف جدا، قال لي بص يا سالي انا مش هقف قدام قراراتك، ولكن انا خلاص راجل وليا كلمتي ومش هتكلم في حاجه تاني، فانت قدامك قرارين، يا اما تطلقي وتكملي تعليمك وتروحي البعثه بتاعتك، او يا اما تفضلي معايا الزوجه هنا واللي انت عايزاه كله من الف للياء، هكتب لك الفيلا، هكتب لك العربيه، هكتب لك كل حاجه، بس انك ما تروحيش البعثه دي. طبعا من غبائي، وانا هقول لكم غبائي ليه في نهايه القصه، ان انا قلت له انا هكمل تعليمي. طلقني بالفعل. اتفصلنا بكل احترام. كان معايا عمر، هو خد الولد، قال لي انا هاخد الولد معايا، مش هيفضل معاكي لان انت هتكوني مشغوله في التعليم. وبالفعل انا وافقت يفضل مع ابوه لان هيعيش في امان اكتر ما هيعيش من معايا، لان طبعا انا هكون متفرغه للبعثه في افريقيا ومش هفضل بالسنين في افريقيا. في يوم في 2 في 3 عدى شهر 2 3 4 جالي مهند، ده كان معايا في التعليم، كنت بحبه من قبل جوزي دي في الأساس. يعني مهند ده لما عرف ان انا اتطلقت فرح جدا وبدأ يقرب مني واحدة واحدة كده ويعرف انا اتطلقت ليه والكلام من ده. قلت له والله عشان خاطر انا حصل معايا 1 2 3 مع جوزي ولازم انا اتطلق وعشان اكمل بعثتي، وطبعا انا عارفة ان انت هتكون معايا في البعثة. قال لي ده انا معاكي في البعثة دي اصلا، انت عارفه ازاي؟ احنا في اساس انا وانت في البعثه ديت، انا وفلان 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 وفلانه الفلانيه اللي معانا في المدرسه هنطلع انا وانت البعثه دي. فتمام زي الفل، الدنيا زي الفل. بدأ يتقربوا اكتر، يتكلموا في التليفون، يسالوا على بعض في البعثه هنعمل ايه، يلموا مثلا بتاع الرحله تتكلم معانا ازاي، طب مين الدليل هيكون هناك. الدليل هناك في افريقيا ناس من افارقه، اصول افريقيه، الناس اللي هي السمر والشلات دولت، الناس القويه دي اللي هيكون الدليل معانا، اللي هم اصلا عارفين الحدائق والغابات والأدغال هناك والسكك والكلام من ده عشان المخاطر، لأن طبعا هناك الأفاعي وهناك الحيوانات اللي هي سامة كتير، فهم عارفين الطرق اللي هي الأساسية، هم اللي هيدلون. الكلام ده ببعضه كلام
كلام كتير وكلام من ده. فالمهم ام عمر كانت يوم الرحله قبل الرحله بيوم كان عمر كلمها وقال لها ام عمر عايزك في حاجه. كلموا بعض، قال لها انا عايز اخطبك وتكوني خطيبتي. انا كنت عارفه ان كان في بيتنا علاقه حب. قالت له يا مهند احنا نسينا الكلام ده خلاص ودلوقتي اتجوزت وبتاع. قال لها مش هينفع، انا نفسي اخطب. فقالت له ايه المشكله دلوقتي؟ عادي، بس خلي بالك انني عشان تيجي تخطبني لازم أنا من شروطي الاساسيه اكمل تعليم، ما تعملش زي جوزي ويحط خانه الطلاق قدام تعليم. قال لها انا مش هيكون عندي تاهيل للجواز الا بعد ان احنا ما نخلص بهستنا ونخلص دراستنا والدنيا. قالت له تمام. بالفعل ليلتها قبل ما سافروا بالليل مهند راح قاعد مع ابوها خطبها. ابوها اطمن اكتر ان معاها خطيبها في قلب الرحله ديت. سافروا ولموا بعضهم لتاني يوم. قابلهم ناس اسمه بوجة اللي هو رئيس الدليل بتاعهم، واللي هو اصلا الدليل بتاعهم الاساسي. هم مجموعه كده من الدلله بيمشوا مع كل فريق. فبوجة ده هو اللي كان ماشي مع ام عمر ومهند وكم شخص كده معهم كمان. فقابلهم في المطار وقابلهم تمام، ودهم السكن بتاعهم وشويه راحوا الحدائق ان هم ينصبوا الغابات والخيم بتاعه اللي هم بتوع البعثه. بوجة ده كان متكلف بكل حاجه، بالاكل بالشرب، ان هو الدليل بكل حاجه. بوجة ده يا جماعه من النوع اللي هو اسمر ضخم شديد، اللي هو قوي، اللي هو مثلا بنيه قويه افريقي. انتوا عارفين الناس اللي هم السمر الشداد اللي بيجوا في الافلام دول بتاع بلاك طبعا تفهميه. خدهم تمام زي الفل. تاني يوم ودهم الغابات اللي هي يعملوا استكشاف ابحاث عن الحيوانات. تالت يوم رابع يوم اعجب بيه ام عمر دي جامد. بيقول كان بيجا ده بيبصلي بصات رهيبه كده. كنت لما بشوفه جسمه ده جسمه مقسم، ما كانوش بيلبسوا حاجه الا على النص التحتاني ده بيلبسوا كده شراط وخلاص، ما فيش اي حاجه تانية. جسمه عضلات باينه، كل حاجه باينه. طبعا انا كان عدى عن انفصالي بيني وبين جوزي حوالي من سنه ونص. فلما شفت بوجة ده يوم واثنين وثلاثه بيبص لي بصات نظرات غريبه كده، حسيت ان في حاجه هتحصل في الرحله دي. ما خدتش شديت في الكلام لانه كنت منتبهه في المذاكره والتعليم والامور عاديه خالص، ما فيش اي مشكله بينه وبين بوجة ده نهائي. هو لمجرد دليل ماشي معايا عشان ما اطولش عليكم وطول. بوجة ده لما رابع يوم بقى كنت ماشيه انا وهو لوحدنا، كنا رايحين نستكشف حاجه في الغابه اللي في ريح مننا، اللي في ريح السكن على طول. وكلمت مهند قال لي تمام خد بوجة معاكي عشان يأمن لك الطريق والكلام من كان الكلام ده في وش المغرب كده. المهم ماشيين سوا كده، ماشيين لقينا حاجه حيوان غريب كده زي نظام افعى بتسم كده. ببص لقيت بيجي قام شايلني مع الارض، شالني كده من على الارض. حسيت ان في حاجه قويه شالتني مع الارض كده. قمت انا مصوته صوته صغيره كده. فهو كلمني بالفرنساوي وقال لي يعني ايه زي نظام اهدي كده، اهدي مفيش حاجه، ستوب مفيش حاجه خالص والامور تمام. فهو بيشيلني كده، فضل مشيلني عشان خاطر المنطقه دي كانت خطر جامده جدا جدا. هو شايلني كده، انا عماله اترجرج في ايديا شمال ويمين وبتاع. حسيت ان في حاجه غريبه بتحصل مع بوجة ده. بوجة ده عمال يبص لي بنظرات حلوه قوي قوي قوي. وهو شايلني كده. طبعا انا يا جماعه انثى وليا احاسيس برضه. راجل قوي شايلني من النوع الاسمر اللي هو القوي ده. انتوا عارفين اللي هو بيجي في الافلام اللي هو الشديد ده، هو نفس الكلام كده. ما حسيتش بنفسي الا وانا بتحط على الارض وبوجة ده معايا كأن جوزي معايا بالظبط. ما اهتمتش بأي حاجة. كل اللي أنا كنت مهتمية بيه ساعتها الاستسلام والاستمتاع مع بوجة ده. كان جوزي ده بالنسبة له في الأساس لا شيء يذكر نهائي، لا شيء يذكر نهائي. حسيت إن فعلا يعني إيه راجل، ويعني إيه راجل بجد معايا في التوقيت ده. قاعد معايا أكتر من ساعة. نسيت مهند، نسيت إن أنا في بئسة، نسيت إن أنا وخطيبي، نسيت إن كل حاجة كانت معايا اصلا. كنت في عالم تاني مع بيه كده. خلص والدنيا زي الفل والدنيا تمام. كان في معاه مناديل كده، مسحنا والدنيا زي الفل ورحنا السكن بتاعنا. اخدت دش وقعدت افكر في بويه كده مع اللي حصل معاه بالظبط. بنحكي القصة بالدليل وكل حاجة بنحكيها على جروب التليجرام، والقصص دي بنقول على جروب التليجرام بدون اي قيود، لان هنا في سياسات بتمنع ان احنا نقول بيك هعمل ايه بالتحليل بالظبط. فبنقوله هناك على جروب التليجرام. لو انت عايز تشارك في جروب التليجرام يا ريت تنزل في صندوق الوصف، هتلاقي كل التعليمات اللي تأهلك لدخول جروب التليجرام بتاعنا. زي ما قلت لك ما تنساش اللايك والشير والكومنت الحلو منك،
وانتهت قصتنا، وطبعا لها جزء تاني برجوعها مع مصر مع مهند. سلام.